وفي فصل الصيف الراغبون في الاستجمام والابتعاد عن أجواء مراكش الحارة، موقع إمليل الجبلي يعد أحد الوجهات التي يرتادها المغاربة والأجانب، وفيه تجتمع ثلاثية الخضرة والشلال والطاجين الطبيعي. روبورتاج نزهة عزيزي ومحمد شحيمة. ب70 كيلومترا تبعد منطقة إمليل عن مراكش، موقع جبلي له رواده من عشاق سياحة الجبل والشلالات. في هذه الفترة الصيفية وخاصة عطلة نهاية الأسبوع تشهد المنطقة إقبالا من طرف السياح القادمين من مراكش وباقي أنحاء المغرب. الناس اللي كيكونوا في مراكش فاش كتكون وقيت الصاد هنا كيكون واحد المتنفس اولا سميتو واحد البلاصه اللي كيلقاو فيها راحتهم وقريبه لمدينتهم، وفي نفس الوقت كما كتشوفوا راه كاين الماء والجبال. منطقه زوينه فيها لا فيردور بزاف، فيها شلالات، فيها المياه مزيانه، يعني الواحد لا بغى يستجم يجي لهذه المنطقه. جيت مع بابا وصحابنا باش نفوجوا شويه وناكلوا طاجين ونستمتعوا بهذه الشلالات. الصغار كما الكبار يتذوقون الطاجين المحلي التقليدي بخضره الطبيعيه. هي متعة الاستجمام تتحقق وسط الخضرة والماء والجبل. مغربيه يعني من الدرجه الاولى، يعني الطاجين اللي معروف على الصعيد المغربي، وبالاضافه الى الكسكس ولي بروشيت. ماشي غير الناس ديال الداخل هما اللي كيجيو، ولكن هناك اجانب من جميع تقريبا من جميع مناطق العالم، اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه. والأجانب تستهويهم المنطقة أيضا بصناعتها التقليدية. إمليل موقع ينضاف لباقي المواقع الطبيعية التي تعرف توافدا كبيرا للزوار بعيدا عن الأجواء الحارة لمراكش.